كلنا بنسعى ان احنا نركب لمبات ليد في العربيه وما نعرفش كوارث اللمبات الليد اللي ممكن تدمر بيها عربيته. كتير مننا عنده لمبات هالوجين، لمبات صفراء، وبيفكر ان هو يرميها ويجدد ويروح مركب لمبات ليد، ويتفاجئ مع الوقت ان حصل مشاكل عنده في الفوانيس، والفوانيس جزء منها ساح، او حصل مشاكل في الفيوزات والضفيره، او لمبه الارم نورت عنده في الشاشه ان في مشكله في سيستم الانوار بسبب اللمبات الليد اللي هو مركبها. قبل ما تفكر ان انت تركب لمبه ليد لازم تختار كواليتي معينه وواط مناسب لعربيتك، علشان ما يبقاش واط عالي ويحصل تشتت حراري ويأذي عندك الدايره وتخسر مشاكل كتير، اللي منها الفوانيس تبوظ ويحصل مشاكل في الضفير والكنترول، يبقى دفعت فلوس وبوظت عربيتك. قبل ما تختار اللمبه لازم تختار الشركه اللي انت هتجيب منها لمبات ليد، ده رقم واحد. ورقم اتنين، تبدا تشوف الواط اللي على العلبه، يعني مثلا دي لمبات 75 واط بتدي كام ليومن؟ 7500 ليومن و6000 كلفن. تبدا بقى تعمل تيست على اللمبات دي وتشوف اللمبات دي بتقع اول ما بتسخن ويحصل تشتت حراري، ولا بتفضل محافظه على ادائها وثابته في شديه الاضاءه. 170 واط كده بنعمل التيست اللمبه، هل اما بتسخن الواط ده بيقل؟ او كده 9000 كلفن الواط كده نزل من 170 ل 90. والمكان اللي ما تلاقوش عنده جهاز الفحص سيبه وامشي. لو عايز لمبات ليد محترمه دور على المضمون او اسال عمار واقول لك تجيب منين.